بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز وفيديو جديد عن التدريب. انا كنت عامل جزء اولاني وده الجزء الثاني من التدريب. طبعا انا مش بعمل تدريب كامل، لا ده هو مقتطفات من التدريب عشان لو حد مهتم او حد حابب ياخد فكره عن الوظيفه دي عامله ازاي، يبقى الفيديو ده مرجع ليك تقدر تتفرج عليه في اي وقت، تعرف المعلومات وتشيرها مع اصحابك اللي مهتمين بنفس المجال. يا رب يكون الفيديوهات من النوع ده مفيدة بالنسبة لكم. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل الجزء الثاني من التدريب. اهلا بيكم مرة تانية، وده الجزء الثاني من التدريب. اتكلمنا في الجزء الاولاني، لو ما حدش شافه او حد شاف الفيديو ده بس وما شافش الاولاني، اتكلمنا عن في الجزء الاولاني عن الجزء النظري في التدريب، والجزء ده ان شاء الله هنخصصه للجزء العملي فقط في التدريب. ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل شوية عن الجزء العملي لانه دوت هو الشغل بقى، يعني هو ده اهم حاجة في الشغل. ولو تفتكروا في الجزء الاولاني في حتة السيرفيس بروسيجر، احنا الناس اللي فاكره ان الشغلانه دي فقط انت بتقدم اكل وشرب وشاي وقهوه، اظن حته الاكل والشرب والشاي والقهوه دي ما خدتش في الفيديو الاولاني اكتر من 30 ثانيه او دقيقه، وشفتوا الشغلانه كامله عامله ازاي. يعني هو ده النسبه والتناسب بالنسبه للشغلانه. 95% من الشغلانه دي مش اكل وشرب يا جماعه، مش اكل وشرب وشاي وقهوه، والناس اللي فاكرانا ويترز في قهوه ولا في مطعم، على عيننا وعلى راسنا افتكر اللي انت عايزه، ولكن مش دي الشغلانه، مش هي دي الشغلانه. الشغلانه اللي احنا بنقولها بقى دلوقتي. خلينا نتكلم عن جزئين في الجزء العملي. جزء امرجنسي، الطياره هي اللي فيها مشكله، تمام، وجزء امرجنسي برضو بس حد من الركاب هو اللي فيه مشكله. ايه الفرق بين الاتنين؟ دي مشكله طبعا كبيره، اي حد من الركاب بالنسبه لنا مهم جدا، وبرضو الطيارة لو فيها مشكلة حاجة كبيرة جدا، ولكن واحد من الركاب تعبان غير ان ال 300 راكب اللي في الطيارة دول معرضين للخطر. طبعا في فرق كبير بين المشكلتين. خلينا ناخد المشكلة الأولانية، ألا وهي ان شخص تعبان، فانت بتبقى دارس حاجة اسمها فيرست ايد او الاسعافات الأولية. انت مش دكتور، يعني انا مش دكتور، ولكن انا مهمتي ان انا احافظ على الحالة اللي قدامي لحد ما يبقى في دكتور. مش عايز الحالة اللي قدامي تسوء ولا تموت، بعد الشر طبعا، لكن انا بحافظ على الوضع ما يسوءش اكتر من كده. ولو انا في ايدي حاجة هقدر اقدمها من المساعدة هنقدمها. طبعا احنا عندنا حاجات كتير في الطيارة تقدر تخلينا نساعد، عندنا اكسجين وعندنا فيرست ايد كيت وعندنا ميديكال كيت، بس الحاجات دي ليها طبعا قوانين معينة عشان تستخدم، مش اي حد يقدر يستخدمها، ولازم ابروفل من الكابتن. لازم الكابتن هو اللي يقول تقدروا تفتحوا دي لما يكون في دكتور على الطيارة، وهو اللي هيقدر يستخدمها، وهو اللي هيملأ الريبورت بتاع المريض دوت ويقول انا اديته دواء كذا او استخدمنا العقار الفلاني. تمام، هي دي المشكلة بتاعت المريض. والله قدرنا نسيطر على الوضع والمريض رجع كويس جدا زي ما كان، كويس جدا مش كويس بس، لا كويس جدا ويرجع عادي طبيعي جدا، يا اما هننزل بنبلغ الكابتن ان الحالة دي خارجة عن السيطرة ولازم ننزل في اقرب مطار عشان ننقذ حياة الشخص دوت. طبعا القرار بيبقى في الاول وفي الاخر للسوبرفايزر، وبعد كده السوبرفايزر هو اللي يقرر الحالة دي طبعا، ولو في دكتور هما الاتنين بيتناقشوا في الحالة، والكابين كرو اللي بيبقى موجود مع الحالة ما بيسيبهاش ابدا. وبعد كده يبلغوا الحالة او التقرير للكابتن، والكابتن يقرر. طبعا الموضوع ده بيحصل بسرعة جدا عشان ما نخسرش اي وقت. دي جزئية وانت بتبقى دارس حاجة زي كده، وبتبقى دارس الاعراض بتاعت امراض كتير، وبتبقى دارس حاجات كتير. لو ظهرت يبقى ده كذا، اتصرف كذا واعمل كذا واقدم اكسجين كذا، وعندك جهاز انعاش كمان داخل الطيارة تقدر تستخدمه في الحالات الفلانية وطريقة استخدامه كذا. كل ده بتبقى دارسه وبتبقى شايفه عملي قدامك.
ما بيبقاش على بني ادم عيان يعني، ولكن بيبقى على ماكت تقدر تعمل سي بي ار او تعمل السي بي ار او تعمل التنفس اللي هو فروم ماوس تو ماوس. كمان خلاص احنا خلصنا الجزء ده، نخش على الامرجنسي، ان الطياره فيها مشكله. ايه الطياره اللي ممكن يحصل فيها؟ بيحصل حاجات كتير يعني لا قدر الله لو في مشكله، في حاجات كتير ممكن تحصل. ممكن يحصل حريقه، ممكن يحصل فقدان في الضغط في الطياره، ممكن يحصل ان تخسر محرك، ممكن يحصل ان قطعه من الطياره تتخبط او نخبط في حاجه بيرد سترايك او حاجه طيور جايه والطياره تخبط فيهم. في حاجات كتير ممكن تحصل. تيل سترايك وقت التيك اوف، ان التيك اوف حصل بشكل حاد فديل الطياره خبط في الران واي قبل ما يطلع. كل حاجه ليها بروسيجرز وكل حاجه ليها مكتوبه وكل حاجه بتتدرب عليها، وبتشوف فيديوهات كمان يعني في التدريب بيوريك فيديوهات تخليك عارف ايه اللي بيحصل لو لا قدر الله حصل حاجه زي كده، اتصرف ازاي واعمل ايه وبتاع. فخلينا في الفاير فايتنج. انت بتدرس انواع الفاير. الحريقه مش نوع واحد، في حريقه كيميائيه وفي حريقه بسبب البطاريات الليثيوم، وفي حريقه بدائيه اللي هي مثلا حد بولاعه ولع في منديل او ولع بسجاره او اي حاجه، دي حريقه بدائيه. في الكتريكال فاير، دي حرائق بسبب الكهرباء او كابلات الكهرباء اللي جوه الطياره. ففي انواع كتير من الحرائق، كل نوع ليه طريقه بتستخدم معاها حاجه معينه عشان تطفيها. طبعا بتدرس ايه الحاجه دي، حاجه بتلبسها على جسمك عشان تقدر تتعامل مع الحريقه دي، عشان لو في اي دخان او اي حاجه، وجلافز طبعا بتلبسها عشان تقدر تمسك اي سيرفيس سخن او حاجه تقدر تحركه او اي حاجه من هذا القبيل. طبعا الكلام ده انت هتقول طب انا هشوف الحريقه فين او الكلام ده. في مكان التدريب اللي انا وريت لكم صورته في الفيديو الاولاني، هنزلها لكم برده هنا دلوقتي. مكان دوت جواه كل حاجه ممكن تتخيلها. يعني انا هنزل لكم برده صور جنبي كده وانا بتكلم لاماكن التدريب وازاي يبقى في حريقه في الطياره. هم عاملين كل الماكتس وكل السيميوليشن بتاع الحريقه تقدر ازاي تتعامل معاها، والاماكن كمان اللي انت بتقدر تستخدم فيها الفاير اكستنجوشر او طفايه الحريق عشان تقدر تطفي الحريقه. وبتجرب الكلام ده كله، وكمان بتجرب البي بي اي او السموك هود بتلبسه. هنزل لكم برده صورتي دلوقتي وانا لابسه وقت التدريب. واهم حاجه في الشغلانه دي برده عشان ما ننساش، الشغلانه دي لما تيجي تسال حد متمرس فيها يقول لك الشغلانه دي اهم حاجه فيها الباب. يعني ايه الباب؟ اهم حاجه عشان ما يحصلكش مشاكل في الشغلانه دي ان انت تخلي بالك من بابك، الباب بتاعك اللي انت مسؤول عنه. يعني ايه اخلي بالي؟ هو انا هفضل قاعد جنب الباب؟ لا، مش هتفضل قاعد جنب الباب، ولكن الباب ده ليه وضعيتين في الفتح. وضعيه في النورمال اوبريشن وفي الامرجنسي كيسز. امرجنسي اوبريشن ونورمال اوبريشن. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ نورمال اوبريشن انت بتفتحه، ركاب بتدخل ركاب بتخرج، اكل بيدخل اكل بيخرج، جراوند ستاف داخل او جراوند ستاف خارج، حاجات طبيعيه جدا. ستيرز هيركب او التيوب، دي النورمال اوبريشن. الامرجنسي كيسز لو انت هتفتحه لا قدر الله عشان الاخلاء، فانت لما بتفتحه في الوضعيه دي ما بيفتحش زي الفتحه بتاعه النورمال اوبريشن، فبيفتح بطريقه معينه بتسمح للسلايد رافت او زلاجه النجاه ان هي تتفرد، وان هي بتتفرد في 4 ثواني، من 3 ل 6 ثواني، هي متوسطه 4-5 ثواني بتتفتح بقوه ضغط رهيبه جدا. لو في حد واقف بره الباب ده خلاص كده هنقرا عليه الفتحه. فاذا لازم تركز مع بابك ان هو هيتفتح على النورمال اوبريشن ولا الامرجنسي اوبريشن، عشان لو انت مش مركز او انت مستسهل الامور وحبيت تتهرج او تهزر في حاجه زي كده انت ممكن تموت حد بره. فاهم حاجه في الموضوع ده وهتتسال عليها، يعني مش هتقول انا ماليش دعوه انا ما خدتش بالي، لان انت دي مسؤوليتك وده جزء من شغلك. لو انت فتحت الباب بطريقه خاطئه واذيت حد بره انت اللي هتتسال. مش بخوفك في الموضوع لان في كذا خطوه قبل ما تفكر انت تفتح الباب. لازم هتكلم وتستاذن ان انت تفتح الباب، لان انت مش بتفتح الباب بمزاجك برضو، لازم الضغط بتاع الطياره بره يبقى زي جوه عشان تقدر تفتح الباب. في زميلك اللي قاعد جنبك الناحيه الثانيه بيعمل معاك حاجه اسمها كروس تشيك.
كروس تشيك دي يعني انت تتاكد ان بابه مظبوط، ان هو معمول ديز ارمد، وهو يشيك على بابك ان انت بابك برضو معمول ديز ارمد قبل ما حد فيكم يفكر يفتح اي باب. وطبعا الكلام ده كله برضو بيبقى باين على حاجه او شاشه بمعلومات. انا مش عايز ادوشكم باسامي كتير، اسمها فاب. عامه الفاب دي بتبين ان البيبان كلها معموله ديس ارمد، يعني تقدر تفتحها على النورمال اوبريشن. لو في باب فيهم معمول على الارمد، طبعا على طول تلاقي السوبرفايزر يكلم الكابين كرو ده يقول له بابك خلي بالك انت بابك لسه معمول ارمد، وبتبقى فيها مشكله للكابين كرو ده والكابين كرو اللي جنبه لان هم ما عملوش كروس تشيك مع بعض. خلصنا دي. طبعا كل باب وكل نوع طياره ليها باب، وكل باب ليه طريقه، يعني مش بيبان الطيارات كلها شبه بعض. طبعا حسب الشركه اللي انت هتكون فيها هيبقى فيها انواع طيارات معينه، هيبقى لا بوينج يا ايرباص يا بوينج وايرباص، فدي ليها شكل بيبان ودي ليها شكل بيبان. الطرازات طبعا زي ما قلت لكم مش هتبقى اكتر من 4، رخصتك مش هتشيل اكتر من كده. تمام، خلصنا جزئيه الفاير فايتنج وجزئيه البيبان ازاي بتتفتح والكلام ده كله. كمان في حاجه اسمها الايفاكويشن او الاخلاء، ازاي بتعمل اخلاء للطياره. طبعا الموضوع ده اهم حاجه، لان لو لا قدر الله الطياره عملت emergency landing ونزلت، انت مهمتك دي بقى ازاي تخلي الطياره من غير ما تسيب حد جوه الطياره ومن غير ما تاذي حد وانت بتعمل ايفاكويشن. يعني ازاي تطلع الركاب من الطياره من غير ما تاذيهم وفي نفس الوقت ما تسيبش حد جوه في فتره زمنيه قليله جدا. 90 ثانيه. 90 ثانيه دي في الطيران المدني عامه محسوبه على نص بيبان الطياره فقط تقدر تعمل منها اخلاء. يعني مش كل بيبان الطياره، لان المعلومه دي خاطئه، وكنت بقعد كمان مع مضيفين كانوا مش عارفين المعلومه دي، او يعني هم مختلط عليهم الامر ان هم فاكرين ان لو بيبان الطياره كلها شغاله نعمل اخلاء في 90 ثانيه. لا، الطيران المدني قال ان نص الابواب تكون متاحه تعمل فيها الاخلاء في 90 ثانيه. 90 ثانيه والناس بتحاول تهرب، بيحصل بانيك وحاجات كتير. يعني ايه ان شاء الله لا احنا ولا انتوا نقع في موقف زي دوت، نفضل نسمع عنه كده ونحكي عليه بس، وان شاء الله ما حدش فينا يشوفه. فالايفاكويشن ده انواع. في ايفاكويشن بيبقى على الارض، وفي ايفاكويشن بيكون على الميه لو هنعمل ديتشنج. فالايفاكويشن اون لاند مختلف تماما عن الايفاكويشن في الديتشنج. السلايد رافت اللي بتنزل دي من الطياره دي بتتحول الى قارب نجاه بيعوم، يقدر يشيل عدد كبير حسب طبعا طراز السلايد رافت اللي موجود في كل طياره. بيشيل عدد كبير، يعني لو مثلا في ال 330 ممكن يشيل لحد 60 شخص. البوينج مختلفه، الايرباص ال 320 مثلا الاصغر دي السلايد بتاعتها اصغر فتكون مختلفه. في حاجات كتير بتختلف من طراز لطراز والحاجات دي، ولكن انتوا فهمتوا الفكره عامه ان السلايد رافت دي اقدر اتزحلق عليها واجري لو على الارض، ولو مش على الارض على الميه اقدر الركاب تنزل وتقعد فيها، تقعد في السلايد دي. وبعد كده الكابين كرو المسؤول عن الباب والسلايد دي بيفصل السلايد وتتحرك بعيد عن الطياره على قد ما تقدر، لان لو الطياره لا قدر الله بتغرق هتسحب كل اللي حواليها في الميه هينزل معاها. فالسلايد رافت دي بتدرسها كويس جدا، لان مليانه اكيوبمنتس، مليانه حاجات، مليانه حاجات كتير جدا فعلا. مليانه حاجات تبعت اشارات استغاثه، مليانه حاجات تقدر تضربها في الهواء عشان الناس تشوف، مليانه حاجات لو عايز حد يتتبع اثرك، لو مثلا في امواج شديده ليها في مواد تقدر ترميها في الميه تعمل لون فسفوري يتشاف من الطيارات لو الدنيا بالليل او اي حاجه وهم مسلطين ضوء يقدر يكشف مكانك. فيها سكينه، فيها منفاخ، فيها ميه تقدر تشرب منها بس بتبقى زي اكياس صغيره كده. برضو هنزل لكم صوره هنا كده للمكونات اللي بتبقى موجوده داخل السلايد رافت ولازم تحفظها. المكونات والحاجات دي كلها اسمها سيرفايفل كيت او سيرفايفل اكيوبمنتس، تقدر تستخدمها عشان تعيش تنجو. يعني الحاجات دي مهمه جدا وليها جزء نظري طبعا برضو بتدرسه، السيرفايفل، هاو تو سيرفايفل. بيدرسك طبعا لو انتوا نزلتوا في مكان برد جدا، لو نزلتوا في مكان حر جدا، لو نزلتوا في غابه، لو نزلتوا في مكان المايه اللي فيه مالحه ازاي تقدر تطلع ميه عذبه من المايه المالحه. حاجات كتير جدا مسليه ومفيده ليك في حياتك المستقبليه لو انت مش ناوي كمان تكمل في الشغلانه دي، بس حاجه مهمه جدا.
خلصنا السرفايفل كيت وهاو تو سرفايف لما يحصل ايفاكويشن. برضو الفيديو طول، معلش انا اسف، ولكن المعلومات كتير، الكلام في الطيران ما بيخلصش. اللي حابب المجال مش هيستثقل كلامي ومش هيحس ان الفيديو طويل، ولكن انا ما بحبش ابخل بمعلومه، وما بحبش يبقى عندي معلومه واقعد اشوقكم ليها واقول لكم لا طب استنوني الفيديو اللي جاي عشان اعمل واسوي. انا ما بحبش كده، انا ربنا اداني علم وانا ما بحبش ابخل بالمعلومات. انا مش عايز اقول علم او المعلومات اللي عندي ما بحبش ابخل بيها على حد. فانت كمان ما تبخلش عليا باللايك والسبسكرايب عشان تدعمني، عشان اقدر انزل لكم فيديوهات كتير عن الطيران المدني. اشوفكم على خير، سلام عليكم.